السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الفيديو ده قديم بس فيديو خطير، كان نفسي أقول لكم كلام كتير قوي في الفيديو ده، والوصفة ديت رائعة رائعة رائعة. أول مرة أجربها بس طلعت ممتازة 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 وتشرفك في أي عزومة. طبعا الوصفة ديت من رمضان والتعب اللي كان معايا، الحمد لله رب العالمين. هي وصفة مع شوية فضفضة. أولًا وحشتوني، وحشتوني، وحشتوني جدًا، جدًا، جدًا فوق ما تتخيلوا. يا ترى أنا وحشتكم أنا كمان زي ما أنتم وحشتوني؟ هافضفض معاكم شوية. هو إحنا لازمًا ندّي، 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 ندّي كده، وبعدين لمّا ما نقدرش ما نلاقيش مقابل؟ فنصيحة، نصيحة من قلبي، ادّي على قد مقدرتِك وخلّي شوية لنفسِك، خلّي شوية من كل حاجة. لمّا تبقي ما أنتيش قادرة تُقفي تغسلي المواعين في تعبِك وما أنتيش لاقية حد بعد ما اديتِ ده كله، فمديّة بس مش حنان، ادّي حنان بس شوية صغيّرين، ادّي فلوس وخلّي لنفسِك، ادّي كل حاجة بس بمُعدّل، بمقياس، مش كُلّه، 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 كُلّه تدّي كده وفي الآخر ما تلاقيش حاجة. طبعًا أنا باكلّمكم، الوصفة جميلة وقدّامكم زي ما أنتم شايفين أهو، التتبيلة ببصل وطماطم وبابريكا بقى، توابل بابريكا وفلفل أسمر، جِبت بقى دبس رُمّان وحطّيته وصويا صوص هتشوفوا دلوقتي. طبعًا الوصفة الجميلة دي الحمام الكدّاب، اللي أول مرّة أنا أجرّبها، بس زي ما أنا قُلت لكم في أول الفيديو كانت ممتازة. فالبنت بسنت الله يرحمها ويغفر لها، شالت فوق طاقتها، ما فيش حاجة مستاهلة إن أنتِ تشيلي فوق طاقتِك، ما فيش حد في الدنيا يستاهل، لازم تعملي لنفسِك حساب في كل حاجة، راعي نفسِك في كل حاجة. ملك بنتي دايمًا تقول مع نفسها كده، لها مثل كده دايمًا تقول: "نفسي ثم نفسي ثم نفسي." بجد والله المثل ده حلو. مش هاطوّل عليكم، ادّوا بحساب وخلّي بالكم من نفسكم، وزي ما بيقولوا الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، خلّي بالكم على نفسكم جدًا، جدًا. هنا جِبت شوية السكر بقى وكرملتهم عشان هاعمل الرز اللي باقي، والبصل اللي برضه خدت منه معلقة للرز زي ما أنتم شايفينه كده. الوصفة جميلة، 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 جرّبوها. طبعًا شايفين الرز ده اللي باقي بقى سِبته كده إيه، يبرد عشان إيه، أحشي بيه الحمام. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللي هيتبقى منه هاسويه وهاوريه لكم في الطبق. طبعًا لمّا تبّلت الحمام الكدّاب تبّلته وسِبته من بالليل، فكده بقى يشرب من التتبيلة الجميلة بتاعتِك دي. ما شاء الله تبارك الرحمن لمّا اتّبل بقى، خدت من التتبيلة ديًّا وحطيت برضه، شُفت الأجزاء اللي ما وصلهاش التتبيلة أو اتأكد كمان إن هي وصلها التتبيلة، خطيرة، بقيت أحشيه بقى بالرز بتاعنا. زي ما أنا قُلت لكم كل واحدة تخلّي بالها من صحتها، تخلّي بالها من فلوسها، تخلّي بالها من كل حاجة عندها. ده فيديو كده شوية فضفضة معاكم كده، ما فيش حاجة مستاهلة إن أنتِ تزعلي عليها، ما فيش حاجة مستاهلة أبدًا، أبدًا إن أنتِ تزعّلي نفسِك عليها. خلّي بالكم على نفسكم، خلّي بالكم من أولادكم، خلّوا بالكم على حياتكم، وادّوا بحساب، هتلاقوا والله الدنيا جميلة جدًا. وتوكّلوا على الله، من توكّل على الله فهو حسبه. عايزة بقى عصيان الشيش كده، تحطيها بقى كده تاخدي منها حتة، أو في الخلة بقى بتاعة الأسنان تقفّلي بيها، أو فتلة وخيط. يعني عندِك خلة الأسنان وعندِك الشيش، عصيان الشيش تاخدي الحتة الطرف بتاعها ده، أو الفتلة. شايفين الجمال؟ والله العظيم يا بنات جرّبوها، تجربة جميلة، وأكيد أكتر نجرّبها، بس أنا أول مرّة أجرّبها. زي ما باقول لكم طلعت خطيرة. هنا بقى حطيت البطاطس بقى كده وحطيت الجزر، وحطيت الفلفل الحامي، وبعدين بقى إيه حطيتها في الفرن. ما شاء الله تبارك الرحمن. قُلت بقى عشان تستوي براحتها، ما خدتش وقت كمان، يعني أنا جِبت ورق زبدة وحطيته، وبعدين ورق فويل، فإيه ما كانتش مستاهلة برضه إن أنتِ لو ما عندكيش ورق فويل وما عندكيش
ورق زبدة مش هتحتاجي الحاجات دي كلّها برضه، بس أنا كنت إكمنّي أول مرّة أجرّبها، فهتلاقيها جميلة جدًا وهتشرّفِك في أي حاجة. يا ريت بقى ما تنسوليش اللايك واشتراك في القناة، باحبكم في الله، يا أحلى أخوات في الدنيا كلّها، وحشتوني جدًا، جدًا. هتطلع الوصفة زي ما أنتم شُفتوا كده، هاخد بقى من الصوص بتاعها كده وأدهن الوش بتاعها هيطلع جميل، إيه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ صلّوا على الحبيب، واستغفروا ربنا كتير أوي، خلّي بالكم من الورد بتاعكم، مش هاقول لكم تاني خلّي بالكم من نفسكم، خلّي بالكم على صحتكم، الحياة مش مستاهلة إن إحنا نزعل على أي حاجة، في رعاية الله وحفظه مع السلامة، يا رب دايمًا تكونوا بخير وأحسن حال.